السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. اليوم بغيت نتشارك معكم واحد الكيك خفيف. هو كيك عادي. درناه على هاد الشكل هكا مرخم. كيك يومي سهل واقتصادي والشكل ديالو كيجي زوين وخفيف. كنتمنى تجربوه وينال إعجابكم. غندوز المقادير إن شاء الله. هنا عندنا في المقادير الدقيق حسب الخليط. عندنا هنا كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت ما عامرش بزاف، كاس الحليب، نفس عبار الزيت. هنايا 3 ديال بياض البيض، ممكن ديروا 4 على حسب المول، و3 ديال الصفار، عزلت الصفار على البيض. وهنايا عندي 2 اكياس ديال الفاني و2 ديال خمارات وواحد الكاكاو. كل كيس فيه 7 غرام 7 غرام، المهم كاين اللي فيه 8 كاين اللي فيه 7، ماشي مشكل. دابا غادي ندوزو نخلطوا المقادير ديال الكيكه ديالنا. نجيبوا الكاس ديالنا اللي غنطحنوا فيه هذا الكيك، ممكن تستعملوا الباطور ولا الطحانه بحال بحال. دابا غادي ندوزو نديروا بيض البيض. هنا كنديروا نص ديال السكر، نص من كل حاجه. نص من هذا الحليب. انا هنا حليب درت نيدو مع الماء، ممكن ديروا دانون، ممكن ديروا الحليب سائل بحال بحال. دابا غنطحن هذا الخليط هذا وعاد نزيد نص ديال الزيت. بسم الله. دابا غنزيد واحد الفاني، دابا زدت نص كاس ديال الزيت. دابا كندير خماره والدقيق على حسب الخليط. ندير واحد 2 معالق ديال الدقيق، نزيد عليهم واحد الخماره، دابا نزيد الدقيق حتى نتحصل على العجين ديال الكيك. كيك عادي كما مولفين تنديرو. كندير هاد الخليط اللي درناه في واحد الزليفه، كندوزو نديرو الخليط ديال صفار البيض بنفس الطريقه. بسم الله. نديرو السكر مع الحليب مع الفاني، نعاودو نطحنو بنفس الطريقه. هنا الخليط كيجي صفر، اللي بغى يدير شي ملون في اللون ديال البيض يزيد يعطيه اللون اكثر. دابا غادي نزيد الزيت،
هنا غندير واحد القريصه صغيره من الملون الاصطناعي، غير واحد شويه باش يجينا الفرق في داك اللون. هذا غير اختياري اللي بغاها حيت ما عنديش الملون. غندير الدقيق نفس الطريقه اللي درت المره الاولى، غنعاودها المره الثانيه. هنا غندير خماره 7 غرام اولا 8 غرام بحال بحال. دابا هنايا من بعد ما كملنا الخليط ديالنا، هذا هو اللون اللي كنتحصلوا عليه. ممكن تعوضوه بنكهه ديال الحامض ولا نكهه الليمون ولا اي لون بغيتو. هاد الساشي ديال الكاكاو درته هنايا في هاد الصفايه. هنايا المول ديالي دهنته بالزبده وغبرته بالدقيق. هنايا غنبقى ندير معلقه من كل لون، غير هكا عشوائي كندير معلقه حدا معلقه. على هذا الشكل كنجي فوق منهم تنغبر شويه الكاكاو باش كنفرق ما بين كل طبقه وطبقه. على هذا الشكل كنعاود ندير فوق من هذا الصفر فوق من الابيض. هذا الصفر درتو شويه ثقيل. ممكن ديروا مول طويل ولا هذا الشكل، وانتم المول كتديروا اللي كيعجبكم ولا اي شكل يعجبكم. الحمد لله. كنعاودو نغبرو فوق كل طبقه. نبقاو مستمرين بنفس الطريقه، بيد صفر بيد صفر حتى كنكملو ما بين كل لون ولون تنغبروا بالكاكاو. هنا يبداو كيتزداو مع بدات كتعمر. كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه على هذا الشكل. كنديروا لون وكاكاو عاوتاني لون الاخر والكاكاو. هي كيكه عاديه بالفاني، ولكن في الشكل ديالها ملي كتقطع كتجي زوينه، الشكل ديالها زوين حتى المذاق زوين مع الكاكاو والفاني. كيجينا الكيكه على هذا الشكل. دابا غادي ندخلو الفران. انا شعلت ليه من قبل تسخن ونقصت ليه على حدو. دابا نخليه يطيب كما كنطيبوا الكيك عادي ديالنا ونرجع معكم. هذه الكيكه ديالتنا من بعد ما طابت تجي على هذا الشكل.
هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما قطعناه. كيجي هكا مرخم. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم. بالصحه والراحه.